وماذا بعد الآن يا تشافي ألونسو؟ أكملت الآن نصف الموسم مع ريال مدريد، لا نتائج تذكر، لا أسلوب يذكر، لا خطط ولا تكتيك ولا تكنيك ولا فوز، حتى انتصارات فهي ضعيفة جدا. لذلك ماذا لديك الآن لتبرر وتناقش به أو ترد به على جمهور ريال مدريد الذي أعطاك الفرصة الكاملة، فرصة الكاملة التي لا تعطيها الفرق مثل ريال مدريد لمدربين آخرين؟ أعطوك الفرصة الكاملة نصف الموسم، لكن لم نرأي ثبات على التشكيلة. في كل مباراة هناك تشكيلة مغايرة. ألم نصف الموسم لحد الآن لم تتعرف على التشكيلة الموجودة عندك؟ نصف الموسم لحد الآن لم تستقر على أسلوب واحد، على تشكيلة واحدة تلعب بها، تشكيلة واحدة رسمية تدخل بها في كل مباراة. عندما يكون لديك إصابات فأنت مضطر، لكن لديك لاعبين جاهزين وفي كل مباراة تدخل بتشكيلة مغايرة، فأعتذر منك، هذا اسمه شيء اسمه الغباء الكروي، وليس الفكر أو التكتيك الكروي أو شيء من هذا القبيل، لا، هذا اسمه الغباء الكروي. لحد الآن أتكلم عن نفسي، لحد الآن لم أقتنع بك، وحتى لم أقتنع عند قدومك، فقلت لهم أن باير ليفركوزن ليس هي ريال مدريد، ليس ريال مدريد، ريال مدريد شيء ثاني، وباير ليفركوزن فريق من الدرجة الثانية، فريق من الدرجة الثانية أو الثالثة. ريال مدريد من الدرجة كلاس، ريال مدريد من الدرجة الأولى. ما يمكن تقارن ريال مدريد باير ليفركوزن، حقق الدوري الألماني بكذا بدون خسارة بدون كذا، الدوري الذهبي. ريال مدريد شيء ثاني، ماشي هي باير ليفركوزن. ريال مدريد غول أوروبا، يعني واحد الفريق كبير، واحد التسمية كبيرة أنت لعبت فيها وكتعرفها كتعرفها مزيان، كتعرف البيت مزيان، لكن مع الأسف فشلت إلى يومنا هذا، فشلت فشلا ذريعا. أتمنى من فلورنتينو بيريز يبحث على مدرب جديد، والصاك ديالك وسير اخويا دبر على راسك في شي نادي اخر يكون قد المستوى ديالك. ايوا، اما انت مازال كدوز ستاج، ما تجيش تدوز بلا ستاج، ما تجيش تلعب لينا على الاعصاب ديالنا. سير دوز ستاج في شي فريق اللي قد الامكانيات ديالك، مع سيفيا، بيتيز، فرق الدرجه الثانيه، ماشي من فرق الدرجه الاولى كما دار تشافي هرنانديز مع البارسا، وفي الاخر قال له سير الله يعاون. ورغم ذلك تشافي هرنانديز راه ما كانش عنده اللعابه، ما كانش عنده التقويه، ما كانش عنده ميركاتو، ما كانش عنده بزاف ديال الاشياء، يعني الخزانه خاويه. ورغم ذلك دار نعم سيدي معاهم الكاس والدوري، فهمتيني؟ باش تدي الدوري بداك اللعابه اللي عندك، راه شي انجاز كبير دارو تشافي هرنانديز. اما انت كلشي موجود عندك، ولحد الان واحد الاسلوب مقرف، اسلوب كارلو انشيلوتي اللي كنا كنشاهدوا العام اللي فات، راه مازال كنشاهدوا، راه ما كاينش شي تغيير، ما كاينش شي تحسين، ما كاين حتى شي حاجه، نفس الاسلوب، نفس الهمجيه، نفس الفوضى، نفس العشوائيه، نفس الاسلوب اللي كنا كنتفرجوا مع كارلو انشيلوتي نشاهده الان، نشاهد نفس القرف الكروي مع ريال تشافي الونسو. حان الوقت ليرحل كارلو، ليرحل الثاني هذا تشافي الونسو، وياتي مدرب في المستوى. على فلورنتينو بيريز ان يتصل بيورغون كلوب، يجي راني جالس. يورغن كلوب هو المدرب اتمنى ان اراه في ريال مدريد، ارى انه المدرب المناسب لريال مدريد، لانه لا يوجد مدرب افضل منه في السوق، لان زيدان طبعا راه ما غاديش يرجع، بما ان زيدان راه ما كنظنش غادي يجي ريال مدريد، فالافضل هو يورغن كلوب. والسلام عليكم.